السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة أنا جايبة لكم كيس مانجا مرجان. في ناس كتير جدا شكرت فيها وقالت عليها حلوة جدا وطبيعية. أنا قلت أجرب بقى كده وأشوف، علشان أنا بصراحة نسيت أخزن يعني في الصيف اللي فات، فقلت أجيبها علشان رمضان. دي تبع الشركة الوطنية في الشرقية، والوزن الصافي كيلو، وتاريخ شهر 2/22. طبعا بيقولوا ان هي مانجا طبيعية، شرايح مانجا طبيعية مجمدة، تجميد سريع. ده بيبقى شكل الكيس الاصلي بتاعها. هنفتح بقى الكيس كده ونشوفه ايه من جوه. ده شكلها من جوه، بتبقى شرايح كده كبيرة ما شاء الله، حلوة جدا. يعني مش قطع صغيرة، تقدري بقى تقطعيها زي ما انت عايزة، ممكن شرايح، ممكن مكعبات للكنافة بالمانجا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. والحاجات دي بتنفع جدا إذا كانت تتعمل عصاير طبيعية، أو كمان تتحط على الكنافة، بتبقى حلوة جدا. زي ما انت شايفة كده، هي عبارة عن شرايح. طبعا ده كيلو صافي من غير القشور ومن غير البذر، فطبعا بيبقى حلو جدا. هي متلجة جدا جدا صراحة. انا كنت عايزة ادوقها، لقيتها متلجة، ما قدرتش احطها في بقي، فقلت خلاص لما تسيح بقى ادوقها. بس عامة هي شكلها حلو قوي، والشرايح بتاعتها كبيرة، فهتديكي مساحة ان انت تعمليها بكذا شكل. دي برضو الفراولة بتاعت شركة مرجان. برضو كان عندي حب استطلاع كده ان انا اشوفها، لاني بصراحة بجيب الفراولة الطبيعية. بلاقي نصها بيبقى مهري، ونصها يعني بيروح كده على الفاضي، وما بعرفش اخزن منها حاجة. فقلت اجيب الكيس ده واشوفه لو كويس، ممكن برضو اجيب منه 2 أو 3 واشيلهم للعصير في رمضان. هنفتح الكيس اهي. بسم الله ما شاء الله، لونها حلو جدا جدا. شكلها حلو قوي قوي صراحة، وكمان حجمها حلو قوي. هنفضي بقى كده الكيس ونشوف كله كده، ولا شوية من فوق الوش كده، ولا ايه؟ لا ما شاء الله حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده، لونها رائع، وكل الحبات يعتبر متساوية في الحجم، ويعني تقريبا كده يعني فرزينها بالواحدة. لا حلوة بصراحة، ومش خسارة فيها الفلوس. وان شاء الله اجيب لكم حاجات تانية كتير نشوفها مع بعض، ونعمل عليها ريفيوهات. لو عجبك الفيديو اعملي لايك.